ويبول. والله وبعود الايام يعني يا الجيم ما شاء الله جميل على مستوى يعني وانا لوحدي تقريبا يعني لوحدي او انا شخص اخر يعني. I need a moment. الواحد محتاج شوية كده يستجمع ريحة الرابر ده ريحة الرابر ده بتجيب ميموريز معايا. سبحان الله. نبتدي على بركة الله. الحمد لله خلصت أول تمرين كومباك العودة. بعتمد نظام جديد مش قاسي خالص على الهادي وبياخد وقت طويل. يعني في ناس جت اتمرنت ومشيت وانا في نص التمرينه بتاعتي عادي يعني، بس احاول اتاكد من الموضوع ده واقلل وقت الراحه شويه. اجمل حاجه في السيستم ده ان انا عملت فول بادي ورك اوت، مرنت تقريبا كل العضلات، وفي نفس الوقت حاسس ان انا مش تعبان خالص. انا هروح دلوقتي اشتغل واكمل يومي والدنيا تمام يعني. فمتفائل جدا 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 جدا، مش محتاج ان انا اخد ناب او قيلولة. يبدو ان هذا السيستم هيكون مناسب جدا جدا لي ان شاء الله، مع شوية تويكس او تعديلات كده في الوقت، ان انا اظبط وقت الراحة، لان حاسس ان وقت الراحة انا جسمي بيبرد. فنشوف الموضوع، نسأل المتخصصين ونرجع لكم او ارجع لي. الشيء الغريب بقى ان انا مثلا بقالي شوية حلوين واول يوم النهارده انزل الجيم، في حين ان انا لما كنت في البلد كان الجيم بيبعد عني بالسياره بتاع 40 دقيقه. كنت بقوم الصبح بدري ال 40 دقيقه اسوقهم واروح. سبحان الله يعني. الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي. يعني الموضوع مش ببساطه ان لو الجيم قريب فده هيخليك تلتزم وتنزل وكل يوم وتمرين. ما بتشتغلش كده. والله العظيم. يعني الجيم حرفيا 3 دقيقتين من الشقة، وهو لسه أول يوم أنزل. بس الموضوع معقد ولكن في نفس الوقت كل مرة الحمد لله الواحد بيتمرن فيها بيبقى مبسوط إن مختارش الخيار البديل وقال لك أوفر الوقت ده أو أنجز فيه حاجة. كل مرة بكتشف إن حاجة زي الرياضة هي حاجة بتشتري لك وقت مش بتاخد منك وقت، بتشتري لك راحة مش بتتعبك. فكل ما أنا عارف الكلام ده من بدري، بس الإنسان بينسى، فبذكر نفسي وإياكم. أحلى حاجة هنا تيجي تلاقي الأوردر وصل. حاسس ان الشمس هنا عامله سلوت جامد. خلينا كده الحاجات اوضح. دي البنز، دي الستيكي نوتس، وده خيط، بحب الخيط ده جدا. كذلك هذا خيط مهم جدا احنا نتتبع الخيوط. استخدم الظل اللي هو مستقيم بحيث ان انا اوازن البتاع ده، وهعمل له تيست برضه بالتليفون علشان يبقى موزون صح. بس انا اظن ده كافي جدا يعني. ليتل تريك بس حلو على التظبيطه دي. السطح مستوي. حلوه التريكه دي. وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبتك.
كل اختياراته صالحة حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. طلعت مايلة درجة مش ظاهرة قوي، بس أنا أظن إن شاء الله هعتاد عليها، يعني هعتاد عليها. نركز على المحتوى مش على الفريم من بره، نركز على اللي موجود جوه. هحاول أتعايش مع هذا الأمر، لأن بصراحة مش عايز أخرم تاني، لأني جيت خرمت هذا الثقب فخبط تقريبا في حاجة، فأنا يعني بعدت عن العمود ده و... فيعني كفاية عفرة وبتاع لما نجيب مكنسة ونظبط الدنيا دي. يا سو جود سو فار تقريبا. بدأت في موضوع N8N ال AI agent والautomation agent والحوارات ديت، واتسحبت. الحاجات دي بتغويني جدا، حرفيا بتغويني، ويجيلك ايرورز بقى، وبعدين تخش تبحث عن حل الايرورز ديت وتشوف سولوشنز وورك اراوندز. يعني حاسس ان انا مش هضيع وقت كتير، ولكن هستثمر وقت كتير جدا جدا في الموضوع ده، واتأخرت اصلا. ف يعني محتاج اوقف النهارده وكمل بكره ان شاء الله. يلا سلام.